من النهاردة عمرنا ما هنشتري لا سوسيس ولا هوت دوج تاني من بره. تعالي شوفي الطريقة اللي انا جبتها لك، خطيرة، في ربع ساعة هتعملي الجمال اللي انت شايفاه ده. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. هنجيب معانا صدر واحد فرخة هيعمل القمر اللي انت كنت شايفاه من شوية ده. هنقطع بس الصدر كده معانا حتت صغيرة وهنحطها في الكب. واستني بقى شوفي هنعمل بقية الخطوات ازاي. بجد الطريقة سهلة جدا يا جماعة، أنا ما كنتش متخيلة إن هي بالبساطة والسهولة والسرعة ديت. أنا مش عارفة إزاي كنا بندفع فلوس كتير جدا ونشتري الحاجات دي من بره ومش مضمونة ومش عارفين أصلا هي معمولة من إيه، وبناكلها وخلاص ونقعد نقول ده طعمها حلو. بعد ما هتجربي الطريقة ديت مش عمرك ما هتشتري تاني. أنا قطعت كده صدر الفراخ، أنزل بيه في الكبة، وبعدين هضيف عليه نص كوباية من النشا. المكونات اللي انا بحطها دي مظبوطه، ولازما تحطي كل المكونات اللي انا بحطها، مينفعش تستغني عن حاجه. معلقه كبيره من هريسه الشطه، او ممكن قرن فلفل وتدقيه، وتحطي فصين توم مفرومين، 3 معالق من الزيت، عندي معلقة كبيرة ديمي جلاس، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بصل باودر، مكعب مرقة، ومعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. البابريكا المدخنة على فكرة بتديها طعم حلو قوي، هي والديمي جلاس تحفة، بيخلوها فعلا سوسيس زي اللي بنشتريه من بره. هنضيف بيضتين، البيض بيعمل له تماسك، بيخليه متماسك جدا، وفي نفس الوقت قيمة غذائية طبعا. هنرش رشة بسيطة قوي من اللون الطعام الأحمر، عشان يدينا نفس اللون بتاع الجاهز اللي بنشتريه من بره. مش عايزة تضيفيه مفيش أي مشكلة، يعني كده كده اللون مش هيفرق معانا، بس أهم حاجة الطعم. هنضربهم بقى في الكبة كده يا دوبك يعني يتهرسوا خالص، وبعد كده هشوف القوام محتاج ايه. انا ما خدتش اي وقت قدامكم، بصوا الطريقة كانت سهلة ازاي، انا يعتبر اصلا خلصت، يعني مش هنعمل اي حاجة تاني، يا دوبك هنشكلها بس. بصي انا حسيت هنا ان العجينة اللي انا عملتها بتاعت السوسيس حسيتها طرية شوية، عشان تديني نفس التشكيلة اللي انا عايزاها. فانا هضيف دلوقتي 3 معالق من الدقيق واضربها كمان مرة. لو حسيتي ضيفي معلقة كمان عادي، الدقيق كده كده هو مفيد اصلا، مش هيغير في الطعم خالص. فانا خلصتها، وبعديها المفروض تدخليها التلاجة تتشمع. طبعا الولاد ما كانوش يعني صابرين، فانا اشتغلت بيها كده على طول. انت ممكن تدخليها التلاجة وتستني عليها شوية لحد ما تتشمع. انت عايزة تضعفي الكمية ضعفيها، اعمليها وسويها بالطريقة اللي انا هقولك عليها، وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر، وتطلعيه بقى تستخدمي تتاكل على طول، او ممكن يتقلي، او ممكن يتقطع معاه شرايح بصل جوليان كده، وتشوحيه في معلقة زيت وتعمليه سندوتشات، هيبقى تحفة قوي. انا جبت كيس ودهنته زيت عشان لما اشكل فيه السوسيس ما يلزقش فيه. هدهن ايدي زيت عشان لما اخد السوسيس في ايدي ما يلزقش، لان هو اصلا المفروض بيكون بيلزق يعني. حاولي ما تكبريش قوي الصباع بتاع السوسيس، وما تخنهوش قوي برضو، عشان يبقى شكله حلو، وتيجي تعمليه سندوتشات ما يبقاش رخم كده، ما يبقاش تخين قوي. هنتني الكيس كده على السوسيس، وهجيب القطعة بتاعة العجين، او ممكن اي حاجة عندك، ظهر السكينة، اي حاجة يعني ما تغلبيش يعني. وزقي، امسكي الكيس من ناحية بايد، وزقي بالقطاعة كده من الايد بالايد التانية، زقي كده عليكي هيديكي شكل الصباع بتاع السوسيس. هشيله بقى كده، خلاص كده بقى معايا صباع السوسيس جاهز. دلوقتي انا هسويه بطريقتين، يعني طريقه قدامك وطريقه هقولك عليها. صينيه فيها ميه، حطيت فيها ورق لورا، حطيت فيها قرنفل، حطيت فيها حبهان عشان لما تغلي، وحطيت الشبكه عليها عشان لما تغلي تسوي لي السوسيس ويبقى ريحته حلوه وطعمه حلو. حطيت عليها السوسيس بالمنظر ده، وهغطيها بفويل واحطها على البوتاجاز على نار متوسطه.
هو هيطلع لي بشكل ظريف كده، وانا كنت عاجبني قوي الشكل اللي هو طلع بيه عشان خد التعريجات بتاع الشبكة. لو انتي مش عاجبك الشكل ده، تجيبي صينية ترصي فيها الصوابع بتاعة السوسيس، وتجيبي صينية اكبر منها وتحطي فيها مية، وتنزلي بالصينية اللي رصينا فيها السوسيس جوه الصينية اللي فيها المية، وتغطيه برضو بفويل وتحطيه على البوتاجاز، هيستوي وهيطلع لك شكل الصوابع الطبيعية بتاعة السوسيس. بس انا كان عاجبني الشكل ده قوي، كان شكله جديد، بس هو نفس الطعم مفيهوش اي حاجة، متماسك جدا. وقت التسوية خد ربع ساعة بالظبط في التسوية، تخيلي، يعني ربع ساعة على نار متوسطة كان استوى معايا السوسيس. تاكليه كده على طول. ممكن تحمريه في زيت مع بصل، تحمريه لوحده. تعمليه بقى تقطعيه شرايح، تقطعيه حتت صغيرة، اللي يعجبك اشتغلي بيه. بس هو كده كان جاهز معايا للأكل. أنا ممكن دلوقتي احتفظ بيه في كيس واحطه في الفريزر، واطلعه على الاكل على طول، او اطلعه على ان انا هقليه، مفيش اي مشكله. بس طبعا الكميه، أنا ما كنتش عامله كميه كبيره. انتي ممكن تضاعفي الكميه، تعملي صدرين، تعملي 3، تعملي 4 اللي يعجبك. والكميه اللي تطلع معاكي حطيها في اكياس تلاجة، وحطيها في الفريزر، وتطلعيها متجمده كده، تطلعيها جاهزه وتقليها على طول، او تسيبيها تفك وتعمليها سندوتشات. بصي، احلى واطعم سوسيس هتجربيه. بجد انا ندمت على اللي انا كنت بشتريه قبل كده، وكنت باكله للولاد ومش عارفه هو احنا كنا بناكلهم ايه بصراحه. اعمليه في البيت. لو انتي الولاد بيحبوه، مش قادره اقولك، هيطلعوه حاجات سريعه. ممكن تعمليه جنب مكرونه، تقطعيه وتعمليه في المكرونه من جوه. تعمليه سندوتشات. هينفع معاكي قوي قوي قوي، يعني بجد هينفع معاكي في وقت الزنقات كده، الوقت الضيق ده. هو بينفع بجد، وانتي عارفه حاطه ايه، وعارفه انتي عاملاه ازاي، وبنظافه عامله ازاي. وارخص واوفر من بره طبعا مليون مره. ممكن ترفعي الصباع كده هيديكي كميه اكتر. عايزه تعملي الشكل التاني، اعمليه بنفس الطريقه اللي انا قلتلك عليها. هيطلع معاكي احلى واطعم سوسيس او هوت دوج. ممكن تجربيه بجد. يلا جربيه وقولي رايك في الكومنتات، ودوسي لايك للفيديو، وفعلي زر الجرس عشان الفيديوهات بتاعتنا تستاهل التشجيع.